جميلة جدا لنجوم كبار تمام التمام. عموما تشكيلة المنتخب الكويتي في هذه الليلة بتبدأ بنواف الخلدي جول كيبر، بدر المطوع 17، طلال العامر 14، يوسف السلمان رقم 20، عامر الفضل 25، ادي الانطلاقة الأولى. مساعد ندى رقم 13، حسين الفاضل رقم 4، جراح العتيجي رقم 18، فهد العنيزي رقم 7، محمد راشد سند رقم 5، ووليد علي جمعة اللي هيكون ماسك فراودة المنتخب الكويتي في بداية الماتش. خط على طول تاني وضربة حرة مباشرة، تتلعب الكرة طويلة أمامية. ادي اللاعب وسام رزق مرة أخرى تاني، ضغط خطيرة جدا، يا ولد يا ولد يا لعيب، إنما على طول هنا حسين ياسر. ادي حسين ياسر وادي برونو ميتسو، يتمنى طبعا انه يثبت قيمة كبيرة. المباراة رقم 31 بالنسبة لبرونو ميتسو. وادي على طول هنا اللاعب حسين ياسر، استلام على الصدر مع دوران جميل ولكن عالية الى ركلة مرمى. ادي الاستلام، وادي على طول حسين ياسر لاعب نادي الزمالك، الزمالك اللي بيعتلق قيم كانت في دولة الامارات في خليج 6 طبعا يعني بين المنتخبين. انطلاق على طول تاني المنتخب الكويتي خطير جدا، ولكن المرة دي في خطأ المرة دي. وادي على طول انطلاقه من اللاعب وليد علي، وادي هنا جوران مدرب السابق مع محمد ابراهيم مع نادي القادسيه الكويتي، القادسيه اللي بيعيش احلى ايامه، القادسيه اللي بيمثل يعني جزء كبير جدا من قوام المنتخب الكويتي. وادي الكره وخطورتها، وليد علي هنا على طول، ولكن خطا لصالح العنابي. البدايه فيها نوع من الخطوره لصالح المنتخب الازرق، وفي نوع من بالنسبه للمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. كرة على طول مرة أخرى تاني المنتخب القطري، يعدي بدر المطوع، انطلاقة تانية حلوة جدا قطرية، ولكن الضغط موجود للدفاع القطري ممتاز. طلال البلوشي، الضغط موجود عند يوسف السلمان، ولكن يضغط الدفاع الكويتي تاني. مباراة قوية من البداية، محاولة تسديدة ولكن على طول عالية إلى ركلة مرمى. عالية الكرة، ولكن الكرة هنا ضربة مرمى على اللاعب رقم 5 هنا اللاعب محمد راشد سند، لاعب المدافع اللي طالع ورا المهاجمين بتوع منتخب الكويت. كده بقى ضم برونو ميتسو الحقيقه واصبح موجود في التشكيله الاساسيه. كره عاليه طويله اماميه تاني، كاسوله محمد يضغط تاني على طول، بدري خطيره جدا، هي محاوله ولكن حارس المرمى ممتاز. اخطر كره المنتخب الكويتي عن طريق اللاعب رقم 20 هنا. ادي الانطلاقات الخطيره اللي بقول لحضراتكم عليها، وادي خطوره اللاعب يوسف السلمان. شوف الكره من بدر المطوع، هم دول الاثنين الخطار جدا للمنتخب الازرق الكويتي في مباراه النديه لما يملكه الفريقين طبعا من نجوم كبار. بدر المطوع يعدي بدر، محاوله تسديده عنتريه ولكن على طول ضربه مرمى. ادي بدر مطوع، عدى بدر. اول فسحه او المنتخب القطري على الكويتي كان على ارض الامارات زي ما قلت لحضراتكم في المواجهه رقم 11 في خليج 6 في دوله الامارات العربيه المتحده. اول 10 مواجهات كمان على الكوره. وسط خوف وحذر طبعا من حارس الدولي الحارس نواف الخلدي. محاوله للمنتخب العنابي، هل ممكن نشاهد هدف اول يفك الماتش شويه، لان المباراه مقفوله شويه والدنيا زحمه يا عيني زحمه. انطلاقه من اليمين سيبستيان سوريا للعرضيه، ثم يضغط سيبستيان. 2-3 دايما من المنتخب الكويتي على اي لاعب معاه كوره من المنتخب، وحذر واحترام كبير من المنتخب الازرق الكويتي للمنتخب العنابي. وخطا على اللاعب جراح العتيجي، خطا على جراح، ركله حره مباشره. لاعب المهم جدا، لاعب نادي الكويتي واللاعب الديفندر ولاعب الارتكاز مع الازرق. بينما سيبستيان سوريا واصابه. حكم اللقاء الحراسي بيتكلم، ادي حكم اللقاء الحراسي. نظام البطوله على فكره من زمان من قديم الازل كان فيها دايما حكام اوروبيين، البطوله دي ما فيهاش حكام اوروبيين على فكره. كل دوله مشاركه في كاس الخليج لابد يكون معاهم او يجي منهم واحد ساحه وواحد مساعد. منتخب الكويت مش هيفك طلاسم اللقاء ده غير هدف، ممكن عنابي وممكن ازرق كويتي. خطا على طول تاني بدر مطوع في منتهى الخطوره ولكن ركله ركنيه ممتاز جدا. سيبستيان سوريا بيعملوها الانديه والمنتخبات الكبيره، لكن الراس عن طريق اللاعب حامد سامي. يضغط تاني على طول، انطلاقه اماميه بدر مطوع. ادي الانطلاقه، هنشوف الهدف امتى. ادي الانطلاقه عن طريق الجبل يسرى، فهد العنيزي والخطيره جدا والهدف الاولاني. لسه بقول لحضراتكم ايوه كده الماتش بقى هيتفك، الماتش كده هيتفك. وهو الخطير يوسف السلمان يعلن عن اول هدف اللقاء،
ادي خطوره الجبهات يا جماعه. شوف الكره العرضيه الجميله من لاعب فهد العنيزي من القدسيه الى اللاعب يوسف السلمان. هدف ممتع ممتع. ايوه كده الملعب لازم يتمط شويه، لازم الاطراف تشتغل شويه. هنا العرضيه وهنا الكونتر اتاك، وهنا اللعيب الخطير اللي قلت لحضراتكم عليه هو اللي عنده امل كبير يصنع الفرحه بالنسبه للطوفان الازرق الكويتي. بعد 40 عام يتقدم المنتخب الكويتي من جديد في مرمى المنتخب القطري. انما زي ما قلت لحضراتكم قطر هذا المساء غير قطر كل الايام. المدرب صاحب اقل المردودات هو من تقدم 20 سنة كنت في السعودية يحكي ويتحاكى، بينما في اليمن السعيد المنتخب الكويتي يعطي أول سعادة لجماهيره وعشاقه عن طريق النجم. عريس ماتش اليوم لحد الآن يوسف السلمان. إنما العرضية جميلة يا جماعة، العرضية جميلة. لو محمد إبراهيم دلوقتي مدرب منتخب الكويت، فأنا من بداية الماتش إن احنا عاوزين نستمتع والثلاث نقاط لاصحابهم خطيرة جدا، ولكن يطلع الدفاع الكويتي مرة ثانية تروح لحسين ياسر، عاوز يدور على مساحة يلعب كرة بمهارة، ولكن يا ولد العيب أحد نجوم الماتش النهاردة لخمس ست دقائق. أين الترجمة؟ حسين ياسر، ولكن حارس المرمى ممتاز. في خليج 20 ركلة حرة مباشرة على طول. عبد الله الحراس هيجيبهم، شخصيته كويسة على فكرة. من الاشياء اللي بتبقى مطلوبه في حكام المباريات وبالذات حكام الدوليين ان يكون عنده طول ويكون عنده هبه. يعني لازم الحكم يكون بيه ويكون افندي ويكون عنده شخصيه وعنده ديناميكيه وعنده قوه ملاحظه خطيره جدا. ولكن هنا الى ركله ركنيه يمكن. ادي بدر مطوع، بدر مطوع كنت قلت لحضراتكم عليه عنده امل كبير جدا لاحراز اهداف زي لاعب بشار عبد الله النجم الكويتي الكبير. بدر هيتساوى مع بشار طبعا على اساس ان بشار يعني من اللاعب كوي. يلا يا عم لورانس اولي كوي يلعب كرة عالية عاوزين يلعبوها بالعرض خطيرة جدا، ولكن نواف الخلدي موجود. ملعب على فكرة مش انما الكرة الثابتة دي ممكن تدينا امل وطموح، هنشوف. وسام رزق والتحضير لتسديد ثم التصويبة تخبط على طول، مفيش اوفسايد، الراجل ده مش متسلل لكن ادى تسلل. شوفها تاني في الاعادة، يعني في اتنين لعيبه كانوا مشتركين في الكوره وحكم اللقاء اشترك ادى اوفسايد. ادي الكوره، ادي الشوطه خبطت 15 مش متسلل، ادى على يمين الاوفسايد. كويتي من مكان بعيد شويه على طول. تاني مساعد ندى، تسديده ولكن عند الحارس سهل، عند الحارس سهله من مساعد ندى لاعب نادي القادسيه الكويتي. ادي مساعد ندى كله قادسيه كله قادسيه. ادي على طول هنا الحارس. بعض المنتخبات ايضا بتجيب على فكره مجموعه كبيره من نادي واحد. فترات كتير على فكره في منتخباتنا العربيه كانوا بيجيبوا من نادي واحد لما يكون النادي فورمه وعالي جدا. في مباراه الحقيقه نامل ونتمنى فيها اداء افضل. لقطه جميله جدا، لقطه معبره جدا. بنشوف الكلام ده على فكره حتى على الارض المنتخب القطري يكون خطورته افضل. ادي الكرات العاليه، اخر كوره اخر هجمه، ولكن راس كويتيه في السكه. تروح الكره ثاني عن طريق اللاعب لورانس اولي كوي، ثم حكم اللقاء السيد عبد الله الحراسي يطلق صافره نهايه الشوط الاول. هدف للا شيء عن طريق هذا النجم احد نجوم التايم الاول الحقيقه يوسف السلمان. ولكن ما ننساش صاحب الصناعه او الراجل الصنايعي اللي عمل له الكره العرضيه فهد العنيزي، اللاعب رقم 7، اللاعب اللي واخد ملامح اوروبيه. اذا برونو ميتسو يتاخر